المحارب القديم رفع خوذته عشان يحاول يلفت انتباه قناص العدو، لكن القناص الألماني ما وقعش في الفخ. ظبط بندقيته ووجهها ناحية الطريق اللي ممكن المحارب ينسحب منه. عدى 5 ساعات والقناص لسه ما ضربش ولا طلقة. المحارب ما كانش عنده خيار غير إنه يسيب الكمين. قرر يغير مكانه، وفي اللحظة اللي نط فيها اتصاب ووقع. زميله اللي وراه قدر ينجو. بن اللي كان محطم من الحزن قرر ينتقم لرفيقه اللي وقع. زحف لحد مبنى ورا القناص الألماني وكان ناوي يهجمه من وراه. دخل في أنبوبة ضيقة والقناص سمع الصوت وحس فوراً، فغير مكانه بسرعة. جهز بندقيته ووجهها ناحية فتحة الأنبوبة ومستني بن يطلع عشان يضربه. دوى صوت طلقة. بندقية بن وقعت منه، لكنه استغل اللحظة دي عشان يعرف مكان القناص، ومع كده ما قدرش يطلع ياخد سلاحه. ربط سكينة في حبل وحاول يجر بيها البندقية من بعيد، لكن أول ما حاول يسحبها القناص ضرب رصاصة قطعت الحبل. بن وقع في اليأس. في اللحظة دي جت جندية تساعده. أشار لها بن بإيده على مكان القناص. هي رفعت قطعة إزاز وخلت ضوء الشمس ينعكس في عين القناص. بن استغل الفرصة، مسك بندقيته وضغط على الزناد. المرة دي القناص الألماني اتجنن من الغضب. الاتنين واجهوا بعض طول اليوم ولا واحد فيهم قدر يضرب الأول. عشان يهزموا الألماني جندي سوفيتي قرر يستخدم جسمه كطعم. خرج من مكان التخبي واتصاب فوراً. القناص الألماني افتكر إنه خلص من بن فطلع راسه بشويش، لكن بسرعة فهم إن في حاجة غلط لأن بندقية بن كانت موجهة عليه. القناص الألماني شال قبعته بهدوء واستسلم لمصيره.